السلام عليكم، مساء الخير. الهلال يواجه يوم الجمعة القطن الكاميروني في الجولة الثالثة من الشامبيونز ليج الأفريقي. الهلال فاز على الأهلي المصري في الجولة الثانية بأم درمان. القطن خسر أمام ماميلودي صن داونز على أرضه ب3-1. الهلال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط. القطن عنده مباراة مع الأهلي بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في المركز الأخير. ده موقف الفريق الكاميروني في الدوري، فريق في المركز الثالث خلف يو ام اس ديلوم وخلف قانون ياوندي. هو في المركز الثالث بفارق نقطة عن المركز الأول. الفريق لعب 12 مباراة، فاز في 5، تعادل في 5، وخسر مباراتين وسجل 11 وعليه 9، عنده صافي 2. الدوري الكاميروني دوري مشهود بالقوة أو بتقارب المستويات. ف دي كانت ده كان المركز الحقيقي بالنسبة للوطن الكاميروني في الدوري المحلي زي ما ذكرت، في المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق هدف، فارق نقطة عن المصدر. القطن في آخر 5 مباريات قبل ما يواجه الهلال لعب 5 مباريات، خسر من الآخر مباراة خسر القطن الكاميروني، خسر من ماميلودي صن داونز على أرضه في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، وخسر في الدوري برضه، وفاز في الدوري وتعادل وفاز في الدوري برضه. يعني عنده 5 مباريات، من جملة ال5 مباريات فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل خسر مباراتين وتعادل في مباراة. الفريق إجمالي الفريق عنده 29 لاعب، معدل الأعمار ما بين 24 إلى 23 سنة. هم أصلا بيبيعوا اللعيبة في أعمار صغيرة بيودوهم أوروبا، واللعيبة دائما بيسافروا بشكل متواصل. اللاعبين أجانب 6 لعيبة، واللاعبين منتخبات 6 لعيبة. أبرز اللاعبين المغادرين من القطن هو لاعب مارو، لاعب مشى لاورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. عندهم لاعبين مميزين جدا في التشكيله الاساسيه. عندهم مالوني ده من اللاعبين المميزين جدا من المدافعين اللي بيلبسوا رقم 6 في قلب الدفاع. عندهم واسو برضه اللي سجل هدف في ماميلودي صن داونز، لاعب مميز. مالوني كان يعني قدم له عرض من انديه شمال افريقيا، عرض مغري جدا، لكن اداره القطن الكاميروني رفضت انه تبيع اللاعب. وصل العرض لاكثر من 500 الف دولار عن طريق شباب بلوزداد الجزائري. اسلوب اللعب يعني ارنست اجبور اكو هو 4-3-3 هولدنج، بيلعب برباعي دفاع. لاعب ارتكاز واحد، ولاعبي وسط 2، واجنحه جناح يمين جناح يسار ومهاجم. اسلوب القطن الكاميروني بيلعب بنظام لعب 4-3-3 مع المدرب ارنست اجبور اكو، المدرب الكاميروني المعروف. اسلوبه واضح، اسلوب هجومي، اسلوب بيعتمد على زياده عدديه بالنسبه للاعيبه الوسط. واحد بيلعب على هاف سبيس يمين، واحد بيلعب على الهاف سبيس يسار، بيعملوا زياده عدديه. بيلعب بارتكاز واحد، هو اللي بينزل بين الخطوط، هو اللي بينزل بين ثنائي قلبي الدفاع، بيبني اللعب. دائما هم بيبنوا اللعب من الخلف، لكن لما تعمل معاهم ضغط عالي او ضغط بشكل متواصل دائما بيميلوا يلعبوا الكوره بشكل سريع وبقوه على الاطراف. دي واحده من افكار القطن عندما انتهج اسلوب الضغط في مباراة ماميلودي بالذات، ان القطن لعب ب 4-4-2 عند الفقدان. ده شكل القطن الكاميروني، وقت يفقد الكوره بيكون عامل كده دائما، لكن يمكن يلعب معاك انت باعتبار انه هو ما خسران حاجه، يمكن يلعب معاك بانتهاء اسلوب ضغط عالي ويحرمك من بناء اللعب. فبنشوف في واحده من اللقطات في مباراه ماميلودي صن داونز، القطن الكاميروني بينتهج الاسلوب بتاع الضغط المتوسط، ما بيندفع للضغط، بيكون دائما قاعد في الوسط، بيكون قاعد متمركز في الوسط، بيكون منتظر الخصم يجي عشان يعمل معه ضغط متوسط في وسط الملعب، يعمل افتكاك ويستفيد من التحول باعتبار انه عنده واسو، عنده لاعب بيلبس رقم 30 من اللعيبه مميزين جدا. عنده مركز لاعب بيلبس رقم 10، مباراه فاتت ما قدم مستوى كويس، لكن مترقب انه مباراه الهلال حيكون حاضر برضه. عنده ارتكاز محترم، عنده مالوني لاعب مميز جدا في الدفاع، مميز في الكرات الهوائيه. فدايما القطن بيحب انه يضغطك في وسط الملعب، يضغطك بعد ذاك يعمل معاك افتكاك في وسط الملعب، حتى بعد ذاك ينتهي معاك الاسلوب الخاص بالتحولات. قوه القطن دايما بتكون عبر الاطراف بالكرات المباشره. فواحده من الحاجات المهمه في القطن الكاميروني بيلعب الكره المباشره. فالفريق يعني في الكرات الطويله برضه كان مميز. يعني في مباراه سان داونز لعب اكثر من 60 تمريره، جات فيهم 34 تمريره ناجحه. دي تمريره طويله بالنسبه لفريق القطن الكاميروني، وعنده قوه في الكرات الهوائيه بطريقه يعني مميزه شديد بالنسبه لثنائي قلبي الدفاع في المقام الاول. واحده من المشاكل عند القطن في الضعف هو الضغط.
يعني عنده مشكله في الضغط المتاخر، يعني دائما لعيبه الوسط عندهم بيضغطوا متاخر، عندهم لعيبه الوسط برضه عندهم مشكله في الارتداد الدفاعي، زي ما حنشوف في الهدف بتاع صن داونز، عندهم مشكله في الارتداد. يعني حتى هنا في الهدف لو لاحظنا في الهدف بتاع ماميلو صن داونز، هنا في اللقطه دي بنشوف انه عنده مشكله بتاعت الارتداد بالنسبه للاعيبه الوسط. فدي واحده من المشاكل اللي بيعاني منها الغضن الكاميروني. يعني لاحظنا مشكله في التمركز برضه بالنسبه للاعيبه الوسط بين الخطوط بالنسبه للغضن الكاميروني، فلازم الهلال يجيب لاعب عنده المهاره عشان تغلب القطن. لازم يكون عندك مهاره في وسط الملعب. الهلال محتاج انه يجيب لعيبه مهاريين في وسط الملعب، لعيبه عندهم قدره على التصرف، عندهم قدره على المهاره، عندهم قدره على التجاوزات، عندهم قدره على الصبر، عندهم قدره على تدوير الكوره، عندهم قدره على عدم الاندفاع، عندهم قدره على لاعب بيلعب يقدر يلعب بين الخطوط. عندهم ضف برضه في القطن الكاميروني، عندهم ضف في الجهه اليسار، عندهم لاعب الظهير اليسار هوزايفي بالرقم 2، وقلب الدفاع برضه علي عنده مشكله برضه في تواصل بينه وبين مالوني اللاعب رقم 6. دي واحده من المشاكل اللي كانت في القطن في مباراه ماميلو صن داونز. عندهم قدره على التحولات، هنا بنشوف في اللقطه يعني اول ما يعمل معاك ضغط، لو انت ما ركزت في التمرير، ما ركزت في الاستلام والتمرير في ادغام الباص، ما قربت الخطوط من بعض، هم بيلعبوا معاك ضغط متوسط وبيعملوا معاك تحولات باعتبار عندهم اجنحه سريعه في التحولات. دي واحده من قوه القط. في مباراه الاهلي الهلال كان مميز جدا في الشوط الثاني. يعني الصوره دي بنوضح انه لو لاحظنا في الصوره بنشوف اباقنا ومحمد عبد الرحمن بيسقطوا بين الخطوط. فدي الافكار اللي محتاجين لها في مباراه القطن. دارين لاعب لا مركزي، دارين لاعب حركي يسقط بين الخطوط، يسقط يمين يسقط يسار يستلم، لا مركزيا. عشان كده بنحتاج للاعب عنده اللا مركزيه، ولاعب عنده قدره على المهاره، ولاعب عنده قدره على التصرف، وعنده قدره على انه يشيل الكوره يعمل بها يدحرجها، يتحرك بالكوره يمين يسار، يراوغ الاول، يباصي. لانه ده النجاح الحقيقي بالنسبه لمباراه الغد. انا بعتبر انه مباراه الغد مباراه بتاعت مهاره، مباراه بتاعت لا مركزيه، مباراه بتاعت لاعب لازم يتحرك في المساحات الفاضيه. شوف هنا في اللقطه دي اللقطه جات منها الهدف، جات منها ضربه الجزاء في مباراه الاهلي المصري. التحرك في المساحات، مهاجمه المساحه، تقارب الخطوط، دي واحده، دي كلها افكار محتاجه الهلال. الانتشار، اللامركزيه المهمه، بتسريع الرتم في بنقل الكوره بشكل مميز وبشكل مركز. الهلال ما يتضايق، ما يصبر على التمريرات، يصبر على عدم الاستعجال. انتشار لازم يكون في مثالي، التحرك بين الخطوط، دي كلها حاجات وافكار لازم فلوان بينجلي لازم يفهمها. العمل كمجموعه مع بعض، لازم الهلال يلعب بخطوط متقاربه شديد، لانه ماميلو صن داونز غلب القطن بخطوط متقاربه وبمهاره. فلازم الهلال يفتعل نفس الاسلوب. ان شاء الله الهلال قادر انه يقدم مستوى طيب امام القطن الكاميروني. مباراه مهمه جديد لحظ 3 نقاط في قاروة.